هالو شوجر. خليني اتكلم معاكوا على حاجة كده. للأسف هي بتتجه ليها السوشيال ميديا دلوقتي، وكمان ناس كتير محيطة في مجتمعنا بينا. بيحاولوا ان هم يكرهوك في شغلك، يكرهوك في عيشتك، في العيشة واللي عايشينها بمعنى أصح زي ما بيقولوا. ليه توصل لحد ان هو يكره الشغل اللي هو فيه؟ يعني حط قدام عينك كده ان مادام ربنا رزقني بشغل، والشغل ده انا قادر اسدد مصاريفي منه، فلازم اقول الحمد لله. بجد الف حمد وشكر ليك يا رب. ليه؟ لان انا في غيري ما عندوش الشغل ده، في غيري عاطل، في غيري اصلا هو ما تعلمش ووصل للحته اللي انا وصلت ليها خالص خالص. في اللي بيألف في الزباله، في اللي بيشتغل فران، في اللي بيشتغل بتاع انابيب، في اللي بيشتغل واقف في سوبر ماركت، واقف في كشك، واقف في اي حته، واقف في محل بيبيع هدوم، جزم، في حاجات كتيره قوي. ما كانش عنده الفرصه اللي عندك دلوقتي، اللي بيتمنى انه يبقى زيك. حتى يا سيدي لو يعني نص اللي انت فيه، اللي الناس كلها بتكرهك فيه. بيحاولوا يوصلونا ان احنا يبقى فيه جحود بنعمة ربنا، نجحت. عارف انت لما تبقى جاحد بنعمة ربنا سبحانه وتعالى؟ حط كده قدام عينك الحديث ده: من أصبح منكم آمنا في سربه، معافى في جسده، عنده قوت يومه، فكأنما حيز له الدنيا. أنا محتاج إيه تاني؟ مش محتاج حاجة تانية. لازم تحمد ربنا على النعمة اللي انت فيها بجد. وعلى فكرة في فرق برضو، ما تجيش تقولي ايه ده، يعني انا لو الشركة بتظلمني وفعلا ومش عارفة ايه، ارضى وخلاص. في فرق ما بين الرضا وانك تحمد ربنا على النعمة اللي انت فيها، وفي فرق ما بين ان انا يبقى عندي طموح. عندك طموح، طور من نفسك واشتغل على نفسك، وقدم انترفيوهات في شركات هنا وهنا وهنا. ولو ربنا كاتب لك رزق ازيد من اللي انت فيه، روح، هتلاقي رزقك خبط على بابك واتقبلت في انترفيو منهم، وخلاص وانت مرتاح وعملت صلاة استخارة واتقبلت. بس لحد ما ده يحصل انت راضي باللي ربنا اداهولك، بتطور من نفسك، بتتقي ربنا في شغلك وبس. متسمعش كلام اي حد، سواء هو على السوشيال ميديا، سواء صديق ليك، سواء حد كان معاك في الشغل ومشي بياخد سالري اكتر منك مرة، مرة ونص، مرتين. ربنا يبارك لكل واحد في رزقه. انت مش عارف هو الفلوس اللي هو بياخدها دي بيصرفها على ايه. بركة ربنا ان انت تقدر تكمل الشهر بتاعك. فجأة انت ممكن يجي عليك اخر الشهر او من نصه حتى، انك مش معاك فلوس اصلا تكمل، مش معاك مواصلات، مش معاك علاج، عايز تروح للدكتور. تلاقي ربنا سبحانه وتعالى بارك لك في كل حاجة، رزقك بفلوس ما تعرفش هي جاتلك منين. فجأة كنت عيان، جالك فلوس، عرفت تجيب بيها الدواء. جالك مثلا فلوس تانية، هتسدد حاجة المفروض كنت هتسددها، طلعت لك فجأة. بركة ربنا. فلوس كنت مثلا ناسيها مركونة على جنب، شايلها في حتة ما ولقيتها. بركة ربنا. بركة ربنا أهم من أي حاجة في الفلوس. أهم حاجة، يعني إيه أهم حاجة من الفلوس؟ يعني الفلوس اللي أنت بتاخدها دي على فكرة هي مش بتاعتك، هي متقسمة لكل واحد. انت بتاخد المرتب، هتدي مثلا اللي عامل البنزينة فلوس عشان انت مولت عربيتك، ولو انت هتركب مواصلات انت بتدفع للسواق ده. فكل واحد مكتوب له رزق من فلوسك. فانت الفلوس دي مش بتاعتك اصلا. يعني فكر كده من زاوية تانية، الفلوس دي مش بتاعتك حقيقي. فدايما كده اعرف انك يعني مستورة معاك، هتتستر معاك لحد اخر الشهر. ربنا مش هيسيبك في ظهرك في اي حاجة انت محتاجها فعلا. على فكرة كمان انت فكر كده للحظة واحدة، النعم اللي هو رزقك بيها كلها كلها، هتلاقيك ان انت غرقان في نعم كتيرة. ممكن ما تكونش عند اللي قدامك، اللي عمال يقولك انا عندي وانا خدت مرتب وخدت وخدت وخدت. فاهم قصدي؟ هو ممكن يكون غيران منك اصلا ومتضايق ان انت عندك حاجات تانية، فبيحاول يكرهك في شغلك ده،
في عيشتك دي عشان ما تبقاش راضي.